السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله اتم الصحة والعافية يا رب. اليوم بغيت نشارك معكم هذا البريوش او قريصات بشكل يعني بريستيج مناسبين هكا. نديرو بهم الحلو والمالح، نقدروا نديرو بهم شي حاجه هكا مالحه ولا حلوه اللي بغيتو نتوما. هاد العجينه كتجي زوينه، نقدروا نديرو فيها اللي بغينا، نقدروا نحولوها للبطبوط، نقدروا نديروها في البيتزا، نقدروا نديرو فيها بزاف د الحاجات يعني متعدده الاستعمالات. هنا نبداو في المقادير. غادي ناخذوا واحد 2 كيسان ديال الحليب اللي كيكون دافي دافي تماما، حيت دابا كما كتعرفوا كاين البرد، خاص الحليب يكون دافي باش دغيا كتفاعل الخميره وكيجينا البريوش زوين وكيجي خامر. صافي هنا غادي ناخذ واحد المعلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز هادي. دابا الحل بارد نديرو معلقه كبيره، الا كان الحل سخون فنديرو معلقه ما عامراش كبيره. انا هنا درت 2 صغيورين يعني بقياس معلقه كبيره. صافي ومبشور ديال الليمون او الحامض اللي متوفر عندكم، والا ما بغيتوهمش ابدا ما ديروهمش، ديروا فاني ولا فاني زهر، ديروا اللي بغيتو نتوما. انا هنا درت قشور ديال الليمون ودرت ساشي ديال الفاني غير على قبل الريحه ديال البيض. وصافي غادي ناخذ 2 معالق كبار ديال السنيده. الحلاوه كتبقى على حسب الذوق، الا كنا غادي نديرو بهم مملحات فما نديرو غير معلقه ما عامراش ديال السنيده، وما نستخدموش فاني وما نستخدموش قشور الليمون. الا كنا غنديروهم حلوين فديروهم كما درت انا. صافي كنخلطهم وكنخليهم يرتاحوا لمده ديال 5 دقائق، عاد كنكمل الخدمه. هنا خديت 2 بيضات بدرجه حراره المطبخ، البيض من الحجم المتوسط. غادي ناخذ الاولى نحيد لها الصفار ديالها، نحتفظ به هو باش غادي ندهن البريوش ديالي. وصافي والثانيه غادي نديرها كامله، والا بغيتو تستخدموا بيضه وحده فتقدروا، انا درت 2. صافي وغادي نخلط الخليط ديالي كامل. راني نسيت وكنت غندير الخميره دابا. صافي غادي نزيد واحد 4 كاس بقياس 5 المعالق ديال الزيت او 4 كاس ديال الزيت، وكنخلط الخليط ديالي مزيان حتى كينسجم كامل. كنبقى نخلطو حتى كينسجم تماما. عاد غادي نزيد الزلافه الاولى ديال الدقيق الابيض نوعيه الجيده، كنوصي عليها ديما باش كيخرجوا المعجنات ديالنا زوينين. صافي كنضيف الزلافه الاولى مع التحريك المستمر حتى كنشوف القوام اللي انا محتاجه ليه. هنا زدت واحد الخماره فئه 8 غرام في هذه المرحله وكنخلط كل شيء. صافي من بعد كنبقى نخلط الخليط ديالي حتى كينسجم. عاد غادي نحيد هذاك الطراب اليدوي وغادي نكمل الخدمه بايديا، حيت صافي هنا خاصنا نبداو نخدموها بيدينا حيت غادي تبدا تقال. صافي هنا كنزيد الزلافه الثانيه كامله، كنزيدها يعني دفعه واحده، وكنحاول ندخل هذاك الدقيق كامل في الخليط ديالي، وكنشوف واش مازال خاصني نزيد فيه الدقيق ولا لا. بالنسبه للعجينه فما خاصهاش تكون قاصحه او ثقيله ابدا، خاصها تكون خفيفه باش كتجينا مقطنه وخفيفه. فما دام وصلتوا معايا حتى لهنا فضلا وليس امرا، اللي كيشوف قناتي لاول مره يشترك عندي ويفعل زر الجرس باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد. وما تنسونيش من اللايك ديالكم، تشجيع منكم وليس امر مني، وشكرا لكم بزاف. صافي هنا كنبدا نخدمها بايدي بحال هكا، بحال الا كنا غادي نخدموا السفنج كندخلوا فيها البرد وكنخدموها غير بالاصابع. هنا زدت زلافه مع عامراش ديال الدقيق الابيض وكنزيد كنضيفها تدريجيا، ما ديروهاش دفعه واحده حتى كتشوفوا الخليط ديالكم فين واصل، واش تجمع ولا مازال. صافي هنا كنبقى نزيدها تدريجيا وانا كنجمع بالاصابع ديالي على هذا الشكل. وكما قلت لكم العجينه تكون خفيفه وشويه كتلتصق في اليدين، ما نخليوهاش حتى تقصاح وتولي مجموعه، راه ما كتبقاش زوينه، يعني ما غاديش تجينا مقطنه. صافي هذا هو القوام اللي انا محتاجه ليه. هنا غادي ناخذ واحد 2 معالق كبار ديال الزبده، اي زبده عندكم
صافي غادي نضيفها في هاد المرحلة وغادي نحاول ندخلها في العجينة ديالي. هاد الزبدة هي اللي كتعطي طراوة لهاد المخبوزات ديالنا، كتخليهم يجيو رطبين ومفشفشين وزوينين، وإلا كانت الزبدة نوعية زوينة كتخلي فيهم المذاق بنين بزاف. صافي هنا من بعد ما دخلت هذيك الزبدة بانت ليا العجينة ديالي بقات خفيفة بزاف، فخاصني ناخد واحد المعلقة ديال الدقيق الابيض ونضيفها في هذه المرحلة. شوفوا نتوما على حساب الدقيق ديالكم واش كيشرب ولا لا. انا هنا كانت خاصني واحد المعلقة زدتها، واخا هكاك بقات خفيفة ما نخليهاش تقال، غير باش تجمع وتقاد ليا شوية وصافي. صافي هنا كنحاول ندخل فيها ديك المعلقة ديال الدقيق، وكنمشي نغسل طبيسي فين كانت وننظف مكاني ونخليها ترتاح لمدة ديال 10 دقائق كيتضاعف الحجم ديالها ونبدا نخدمها. صافي هنا من بعد ما ارتاحت مزيان وتضاعف الحجم ديالها، اول حاجه كنديرها هي اني كنشعل الفران وكنخليه يسخن مزيان، وكنبدا نقرص في هاد القريصات ديالي. بالنسبه اللي بغاهم دائرين يديرهم، اللي بغاهم عاديين بشكل طولي كما انا بغيتهم، كل واحد يتفنن هو كيف بغاه. انا هنا درت جوج اشكال، درت هاد الشكل الطولي كيجي زوين بزاف وانيق، ودرت هذاك الشكل ديال الخليه ديال النحل في الاخير غادي تشوفوه. هنا كما كتشوفوا دهنت يدي بشويه الزيت وكنبدا نخدم في العجينه كتعذب شويه حيت كتكون خفيفه، ولكن دغيا كنكملوها يعني سهله. هنا خديت لاطا ديالي درت بابي كويسون، صافي غادي نستعن بشويه ديال الدقيق الابيض، غادي نرشو على سطح العمل ونبدا ندير هكا نقرصهم شويه ونجمع الفوق مع التحت، ونبقى نقرصهم من الوسط حتى كياخذوا لي داك الشكل ديال طولي وكيكون مقاد. صافي كنحطهم في اللاطه وكنخدم الاخرين بنفس الشكل، يعني حتى هما كنخدمهم بشكل طولي. وكما قلت لكم كل واحد يدير الشكل اللي هو بغى. بغيتو ديروا غير بحال الشكل ديال القريشلات العاديين فتقدروا، انا عجبوني هكا ودرتهم وصافي. هنا كنوريكم واحده اخرى، وبالنسبه اللي بغى يدير لداخل ديالهم شكلاط اولا اي حاجه بغيتو ديروها تقدروا ديروها. انا هنا درت نص خاوي والنص غادي ندير ليه شويه ديال الشوكولات ديال الدهن من الداخل. يعني كيبقى لكم الاختيار، كل واحد يدير شنو هو بغى. كيف ما تقدروا ترجعوهم خبيزات مالحين يعني معمرين باللحم المفروم، باش ما بغيتو تقدروا تعمروهم. هاد العجينه غادي تنفعكم بزاف بزاف في رمضان. صافي هنا كنكمل العجين ديالي كامله نفس الشكل. مني كتعمر لاطه داكشي اللي بقى ليا غادي نخدمو على شكل خليه ديال النحل. كانت عجباني هاد الشهده على شكل خليه واليوم درتها، صراحه كتجي زوينه ومفشفشه وحتى المنظر ديالها كيجي زوين. وبغيت نعاود نذكركم فضلا وليس امرا، اللي مازال ما خلاش ليا لايك يخليها ليا، تشجيع منكم ليا باش هكا كتساعدوني وكتكافيوني على التعب اللي كنتعب على الفيديوهات. وشكرا لكم بزاف، ما تنساوش تخليو ليا شي تعليق زوين بالوصفات اللي تبغيوني نشاركها معاكم. اي تعليق غادي نلقاه فغادي نجاوب عليه وغادي نشارك معكم الوصفه اللي بغيتو ان شاء الله. من هنا لقدام غادي نحط لكم احسن ما عندي باذن الله. صافي هنا خديت الصفار ديال البيض اللي كنا خلينا مع شويه ديال نسكافيه وشويه ديال الفاني وشويه ديال الحليب، وكنخلط كل شيء مزيان حتى كتذوب ديك نسكافيه، وكندهن القريصات ديالي. هنا الزواق كيبقى حسب الرغبه. انا درت شويه ديال اللوز افيلي درتو ورشيتو هكا من فوق القريصات من بعد ما دهنتهم. صافي وغادي نخليهم يختمروا لمده ديال 5 دقائق مره تانية، وعاد غادي ندخلهم الفران اللي كيكون سخون مسبقا تقريبا 15 دقيقه، وكيكونوا واجدين راه كيوجدوا بالزربه وكيجي الشكل ديالهم زوين وانيق يعني، وكيجيو بريستيج هكا. الا بغيتو تصاوبوهم ضروري هادو غتشاركوهم في الطبله ديال رمضان، الا كان جاي عندكم شي حد ولا هكا تقدروا ديروا سندويتشات لوليداتكم للمدرسه، غادي ينفعوكم بزاف بهاد الطريقه.
صافي هنا بالنسبة للزواق كما قلت لكم كيجي حسب الرغبة. ها هما دوك الخلية ديال النحل اللي صاوبت كيجيو زوينين حتى هما وكيجيو مفشفشين ورطبين بزاف. صافي هنا من بعد ما بردات ما نديروش سكر كلاصي وهي سخونه. هنا خليتهم بردوا ورشيت عليهم سكر كلاصي اللي كيكون نوعيه جيده. والا ما كانش عندكم سكر كلاصي نوعيه جيده فتقدروا تاخذوا سكر كلاصي العادي وتزيدوا معاه واحد المعلقه ديال النشا مايزينا وتخلطوهم وترشوهم فكيبقى شاد ما كيذوبش نهائيا. غير جربوا هاد الطريقه اللي قلت لكم وغادي تعجبكم. هنا خديت شويه ديال الشكلاط ذوبته مع 2 معالق ديال الحليب صافي وغادي ندير بها هكا خطوط غير باش يتقاد ليا الشكل. كيجيو زوينين وانيقين وكيجيو بنان بزاف ومفشفشين. انا متاكده الا جربتوهم غادي يعجبوكم بزاف بزاف. شوفوا ما شاء الله كيجيو رطبين وكيجيو من الداخل مقطنين وزوينين. سيرتو هادو اللي عمرتهم بالشكلاط جاو ما شاء الله رائعين بزاف بزاف بزاف. الا جربتوهم ما تنسونيش من لي لايك ديالكم وما تنسوش تخليو لي تعليق تقولوا لي راه جربناهم وجاو زوينين. وشكرا لكم بزاف بزاف على المشاهده ديالكم وشكرا على لي لايك ديالكم وعلى اي تعليق كتكتبوه. وكنواعدكم ان شاء الله غادي نحط لكم احسن ما عندي باذن الله يا رب. وشكرا على المشاهده مره ثانيه ونتلاقاو في فيديو جاي وفكره جديده باذن الله يا رب.